موجوعين ليه مش عارف يعني، كارهين صدى البلد واللي ليه يعني؟ طب احنا على قلبكم بقى، على قلبكم. انا بقول لكم على قلبكم ان شاء الله يعني، ان شاء الله. وفضايحكم لازم تطلع بقى، فضايحكم لازم تطلع. ما هو انتوا مش ممكن تقعدوا تشوهوا الناس على الباطل يعني وبالباطل، وتقعدوا تقولوا كلام فارغ وفي حضرة مقام الرئيس. ده اللي عندكم يعني، ده اللي لقيتوه رايحين تعملوا اجتماع مع الرئيس 3 ساعات، تتكلموا في 3 ساعات عن احمد موسى للدرجه دي؟ يا نهار اسود، ما عندكوش موضوعات تانية؟ احمد موسى في 3 ساعات ليه؟ عمل لكم ايه؟ ايه الموضوع؟ حاجه غريبه جدا مع الرئيس 3 ساعات، تعبين نفسكم لابسين بدل ومتأنتكين وبتتصوروا وكذا عشان احمد موسى. في موضوعات قوميه مش حاجات شخصيه، حاجات شخصيه قدام الرئيس. ده انا قابلت الرئيس كذا مره ولا مره كلمه في حاجه شخصيه. ليه؟ ليه؟ قضايا عامه. ده رئيس مصر، رئيس مصر. مش رايحين تقعدوا مع وزير اعلام ولا حتى وزير الاعلام ليه علاقه، مش رايحين تقعدوا مع الاستاذ محمد ابو نادي تشتكوني، ولا رايحين تشتكوني للرئيس. حاجه غريبه، تشتكوني للرئيس واحنا في مدرسه، في مدرسه، في حضانه. وانا دلوقتي في حضانه مدرسه. الرئيس الناظر هيقول لي بخ روح امشي ما تقولش. محدش بيقول لي حاجه على فكره، محدش بيقول لي حاجه ولا من هنا ولا من هنا. محدش، انا بقولها محدش. ويوم الحكايه دي ما تتقال اقعد في بيت اكرم. قلتها قبل كده قبل 30/6 وبقولها النهارده، وقلتها قبل كده كمان وانا في صدى البلد. لما حد يقول لي ده عند ابويا في البلد اكرم واشرف، مش زيكم عارفين نفسكم.